تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا ونعتذر. فكان هناك بعض ليس أعطال تقنية، كنا نحاول البارتاج على مواقع أخرى، لكن مع الأسف لم نوفق في كثير من المواقع. عموما نبقى على الفيسبوك على الجوال إن شاء الله خير. ف يعني مشكل كونيكسيون يكون سينقطع يعني هذا البث يعني عموما عليا اعطونا إشارة إذا كان الصوت جيد، إذا كان كل شيء تمام إن شاء الله اعطونا إشارة نبدأ. إن شاء الله خير. تحية طيبة لكل إخواننا. أعلم أن هذا التوقيت ربما لا يوافق، وإن شاء الله خير. شوف إذا كان ما فيش مشكل تقني، الصوت كل شيء تمام إن شاء الله. أخوات يعطونا إشارة. خير إن شاء الله. فمنذ تقريبا أكثر من شهر ولا عن الفيروس ولا عن أي شيء، ولأن لما يعني تتضارب الأقوال وتختلف الآراء ويظهر فيها يعني فنحن ننسحب. نحن لسنا أصحاب يعني كلام فارغ ولا تراشق، لا نتراشق مع الناس ولا نسب أحد ولا نذكر أسماء يعني ولا ننتقد لا الإدارة ولا يعني يجب نبلغها للناس. لما تكون معلومة نبلغها للناس. نعمل في إطار يعني القانون وفي إطار يعني الصواب وفي إطار تصل للناس بدون يعني خلفية ولا بدون يعني مراوغات ولا أي شيء. لا نريد من هذا العمل أي شيء، وأنتم تعلمون جيد. لا نريد من وراء هذا العمل لا شيء، إما أن ننفع الناس وإما أن نسكت. فأول نقطة نبدأ بها أننا هذو الباحثين، لا أتكلم عن نفسي لكن أتكلم باسم الباحثين في البلدان العربية الإسلامية، يعني من الخرطوم من السودان إلى طنجة، فيها باحثين أكفاء بمستوى عالي يقدرون على اللقاح ويقدرون على الاختراع ولا يقدرون على الابتكار ويقدرون على الحل، ولديهم معلومات ولديهم ما يمكن في جميع الجامعات بالبلدان العربية الإسلامية، يقدرون في إطار البحث العلمي. والذين هاجروا من هذه البلدان هم الذين الآن يعني جعلوا هذه البلدان تخترع اللقاحات والأدوية وحتى السيارات والطائرات. فأن نفرق، لأن هناك خطاب تضليلي الأشياء من هذه الأسطوانة المشروخة من الذين لا شغل لهم إلا الانتقاد، يحترفون الانتقاد وأصبح لديهم مرض. دائما نسمع منهم ماذا فعل الباحثون العرب، لماذا لم يخترعوا اللقاح. نحن قادة في البلدان الغربية يجهزون مختبرات ويطلبون من الباحثين أن يجدوا لهم الحل ويكرموهم ويحترموهم. في بلداننا من طلب منا أن نخترع شيء ولا تجهز لهم لا مختبرات، أن يجهزوا مختبرات ويطلبوا منا ماذا يريدون علاج. إذا لم نوجد الحل يشنقوننا. ما أن يكون الباحث في منزله ليس لديه مختبر ولا حتى بلده لا يطلب منه شيء ولا يريد منه شيء، لأنهم يريدون الحل أن يأتي من برنارو ميشيل، لا يريدون الحل أن يأتي من محمد وعبد الرحمن. براء فيها باحثين يعني في هذه البلدان، لكن بلدانهم لا تطلب منهم شيء ولا تريد أن يأتي الحل من الداخل، لأن هناك أشخاص
يعني على الكراسي في المسؤولية في هذه البلدان لا يريدون الطاقة. هذه أشياء تدفن، تطمر، تطمس، تعتم فقط. هذا رد فقط. نحن قادرين على اللقاح، قادرين على الأدوية، قادرين على الحلول، لكن بلداننا لم تطلب منا شيء. بلداننا لا تطلب منا شيء ولا تريد مننا أن نأتي بالحل. البلدان، جامعات في الجزائر، وجامعات في المغرب، وجامعات في تونس، والجامعات في هذه البلدان العربية الإسلامية، الباحثون في العراق، في سوريا، الباحثون القدرة ولديهم المستوى كي يخترعوا اللقاح، لكن بلداننا لا تطلب منا أن يطلبوا منا ماذا يريدون، أن يحترمون على الأقل. نحن لا نطلب مال، أن يحترمون فقط. ماشي أي باحث يقول يخرج الحيش والريش من ليس لديه شهادة ابتدائية يخرج ينتقد. يعلم هؤلاء لأن في مدخل الفيسبوك تعمل واش اخترعتوا اللقاح، أشنو درتوا لنا، أش اخترعتوا. نحن قادرون على اللقاح وأكثر من اللقاح وأكثر مما تتصور، لكن بلداننا لم تجهز لنا مختبرات ولم تطلب منا هذه الأشياء. فليجهزوا لنا مختبرات وليطلبوا منا ماذا يريدون. نشنق، أنا أحكم على رأسي، نشنق في ملاعب كرة القدم لكي يرانا الناس، وأنا أعلم ما أقول، وأنا أتكلم باسم الباحثين في هذه البلدان، وأنا أعلم الشيء الذي يحيط. فقط أن يسكت هؤلاء لأنهم لا يعلمون شيء ولا مستوى لهم، وعلى الأقل شيء من الاحترام على الأقل. أما أن باحثين جزائريين وباحثين تونسيين وباحثين أردنيين وباحثين عراقيين يتكلمون عن اللقاح، كاين باحثين مغاربة وكاين باحثين جزائريين وكاين باحثين تونسيين في كندا وفي الولايات المتحدة وفي فرنسا يتكلمون عن اللقاح الآن، يحاولون توعية الناس، لكن يشككون حتى في شهاداتهم. ليس لأي أحد الحق أن يشكك في شهادة الدكتوراه لأي شخص. دكتوراه حتى خارج البلاد، حتى في كندا وفي الولايات المتحدة وفرنسا يشككون في هؤلاء. شيء من الاحترام هذا لا يقع إلا في البلدان المتخلفة. لما أي باحث، لما أي شخص يتكلم عن الحقيقة ويتكلم بقلبه وبحرقة ويريد أن يخدم، دائما تتسلط عليه هذه يعني هذا شيء مؤسف، هذا شيء مؤسف. عوض أن نسمع هل معهم أو لديهم حق، هل هذه الأشياء فيما نحاسبهم على ما يقولون، لكن لا نتنكر عليهم ولا نضربهم، نحاسبهم على ما يقولون. هم يتحملون مسؤولية ما يقولون. جميع الباحثين في العالم يتحملون ما يقولون، وأنا أتحمل ما أقول. وطلبت بمؤتمر دولي وتحديت العالم في طوكيو، في ستوكهولم، في المكان تحديت العالم، قلت لهم اللي قاري يطلع السبورة. هذه هكذا تتم الأمور في البلدان المتقدمة. المؤتمرات العلمية الذين معهم شهادة دكتور يحاسبني الدكاترة الباحثين مثلي في مستوايا، لست أنا. هناك الآن من بدأ الشهادة ابتدائية وبدأوا يحاسبون باحثين خارج المغرب، يريدون أن يحاسبوا باحثين خارج المغرب وهم ليس لديهم شهادة. شيء مخزي في هذه البلدان. دائما نحن ليس لدينا مشكل مع ميشيل وبرنار. أنا لم أتلقى إلى حد الآن أي كلمة سيئة من فرنسي أو إسباني أو كندي أو في الجامعة وفي الأبحاث وفي المؤتمرات واحد ولا كلمة سيئة واحدة من برنار وميشيل وأودري ورونالد. لكن يتسلط عليك الذين سبحان الله لا يعرفون كلمة جيدة، لا الإعراب، يكتبون بالدارجة. هذا شيء مؤسف. هؤلاء هم الذين الآن يعلمون عنه شيء، اللقاح، ومعهم بعض التبعيون من أصحاب الشهادات الذين خرجوا يتكلمون عن اللقاح هكذا فجأة، مرة شهر 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، لما كان الناس مرعوبين حتى بكلمة طيبة لهم يشربوا ماء دافئ مع الصباح. الآن خرجوا يطبلون اللقاح، حتى الناس ينتظرون اللقاح على أحر من الجمر. وهناك من بدأ يتباهى أن المغرب يحصل على اللقاح، هناك من بدأ الآن ينتقد لماذا تأخر اللقاح. اقرأوا في الفيسبوك واقرأوا ما ينشر على المنصات. هناك من بدأ الآن يصيح لماذا تأخر اللقاح، يريد هذا اللقاح.
لا نسبح ضد التيار، وإلا سنكون ممن يركب على الأمواج. نحن نحترم الناس، نحن نحترم أولا، إذا أراد الناس اللقاح نحترمهم، ليس لدينا الحق بأن نقول للناس بأن لا تأخذوا أو لا تفعلوا. أن نحرض الناس أو نمنع الناس، لا، هذا ليس من حقنا. فكل الناس واعين، كل الناس يعلمون. هناك الآن فئات، هناك فئة لا تريد أن تفهم، تريد اللقاح فقط لأنها تظن أنها لما تلقح سينتهي الأمر. هذه فئة في كل العالم. أنا لا أتكلم عن المغرب، أنا لا أتكلم عن المغرب، أنا على الفيسبوك، كل البلدان يسمعون. هذه فئة في كل البلدان، لكن في أوروبا هذه الفئة كبيرة. هناك يعني 60% الآن في أوروبا يريدون اللقاح، وفي بلداننا هي أقل. النقطة الثانية، هناك فئة لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ستتبع الناس، إذا لقحوا ستلقح، إذا رجعوا ستعود. وهناك عدد بسيط الآن، عدد يعني قليل جدا في كل البلدان الآن ولا يريد اللقاح. وهذه إحصائيات، هذا واقع لا يقدر أحد أن ينكر أو يفند. هناك نسبة في إسبانيا لا تريد اللقاح، نسبة في فرنسا لا تريد اللقاح، نسبة في ألمانيا لا تريد اللقاح. الدنمارك أول دولة تسقط القانون الذي يلزم اللقاح، وبقي الناس أسبوع في الشارع في الدنمارك حتى أسقطوا، لم يسقط القانون. يعني صرحت هذه الوزيرة بأنها ستعيد النظر في النص، وليس القانون لم يسقط، وهو نفس القانون في العالم، هو نفس القانون في العالم ببنوده بكل غير اسم الدولة هو نفس القانون. فيعني هناك فئة في كل البلدان. دائما كان الإنسان هكذا، لا يمكن أن نكون 100% نريد اللقاح أو 100% لا نريد اللقاح، لا يمكن. أو هذا. فهناك أولا، أنا لا أتكلم عن اللقاح، اللقاح كل إنسان يتحمل مسؤوليته. أنا لست مع ولا ضد ولا أتكلم عن اللقاح، لكن يعني كل إنسان يكون يعني عاقل، وكما كنقولوا يعني adult vaccination، يتحمل مسؤوليته، مسؤولية نفسه، ولا يتحمل مسؤولية الآخرين، ولا أحد يتحمل مسؤولية أحد. وهذه المسائل تكلمنا عنها بوضوح. هذه من جهة. من جهة أخرى، هناك منابر الآن، دكاترة الآن يتكلمون عن اللقاح، ويتكلمون كلام رصين وكلام يعني جيد. في المغرب، داخل المغرب، هناك دكاترة يتكلمون عن اللقاح كلام جيد معقول صواب، يبين حقيقة اللقاح ما هو، وما هي منافعه، وما هي مضاره، ولديهم تجربة ولديهم معلومات وراكموا معلومات، لأن سبق لهم أن عملوا في الميدان. نعم. وهناك يعني باحثين في الميدان، وهو ميدانهم، ويستنكرون لهم هذا الميدان. هناك التلقيح واللقاح، هناك اللقاح، هذا الشيء الموجود في هذه القنينة، وهناك عملية التلقيح. الأطباء الصيادلة ممكن يتكلموا عن التلقيح، نعم، طبيب وطبيبة يتكلم عن التلقيح، يعني لما نلقح هل الحرارة ترتفع وماذا يقع للشخص وإلى آخره، عن عملية التلقيح. أما عن اللقاح، هؤلاء لا يعلمون شيئا عن اللقاح، لأن اللقاح صناعة. هناك عملية التلقيح، لما نأخذ اللقاح ونلقح، هذه عملية طبية محضة. وهناك صناعة اللقاح، هذا ليس من تخصص الطب، هذا تخصص البايوتكنولوجيا وصناعة اللقاح، صناعة الأحياء. بايوتكنولوجي هي تكنولوجيا الأحياء. عوض أن تصنع سيارة أو تصنع يعني ساعة أو تصنع يعني حاسوب، تصنع فيروس أو تصنع يعني لقاح. بايوتكنولوجي. فالخبراء البايوتكنولوجيا هم الذين يتكلمون عن اللقاح. أنا لما أسمع أطباء وطبيبات يتكلمون في كل البلدان، في المغرب، في الجزائر، في مصر، لما أسمع طبيب، والفضائيات الكبرى الشرقية، الفضائيات الكبرى التي تتبجح وهي لا معلومة لها، يعني مستوى ركيك، مستوى يعني، لما أسمع هؤلاء يتكلمون عن اللقاح يعني أشفق عليهم، أشفق. وكأن هذا اللقاح يعني محلول عملناه في الماء وسنلقح، سنحقنه، كأن هذا الشيء بسيط.
اون سبستانس شيميك، يعني مركب كيماوي درناه في الماء وسنحقنه. سبحان الله، غريب والله، امور غريبه. هذا اللقاح. ثم اكثر من ذلك لما استغرب، ونحن حنا نستانس، حنا نتفرجوا. علاش ما نتفرجوش؟ حنا نتفرجوا نضحكوا ونشبع ضحك مع راسي. الام ار ان اي، هذا لا ار ان ميساجي. هناك لا ثيرابي جينيك، هناك علاج بالثيرابي وليس يعني لقاح. وهناك لقاحات، هناك لقاح بالفيروس، ويتكلم حتى الصحافة تتكلم عنه. هذا الفيروس الذي أفقدوه يعني خطورته، وأصبح فيروس يعني ظريف، فيروس ثم يحقنونه ثم يسمى لقاح. هكذا الناس يعني يبسطون، ولا ما عرفتش غنقول كلمة أخرى، لا إله إلا الله. هكذا يتكلمون عن اللقاح وكأنه سكر مع الماء سيحقن. غريب والله، أمور غريبة. أمور غريبة. ومن أسرار الأسرار ومن آية الأسرار في الميدان، السر الذي لا يمكن أن يعلمه لا البلدان العربية ولا البلدان الغير العربية، السر الذي لا يمكن أن يعلمه الناس، هو طريقة اللقاح، طريقة صناعة اللقاح، أسلوب صناعة اللقاح. لأن هذا الأمريني منين أين أتى؟ منين غناخدوه؟ منين غيجينا؟ هذا الناس الإيريني فاكسان انيري غادي نحقنوه. يا سيدي استحيي وحشم واستر عيبك، استر عيبك. لأن هذا الأمريني راه ماشي غير واحد، راه كاين الملايين الأمريني في الخلية. لأن كل أمريني هو جين، هو يعني يمثل بروتينة، يمثل جزيئة. وشحال من بروتينة في الفيروس؟ آلاف، يعني آلاف الأمريني. اش من أمريني غناخدو؟ واش ديال سبايك، واش الار، واش اس، واش ال؟ اش من امرين غناخدو؟ الام ار ان تعني جين ديال البروتين، لما يدخل الجسم غادي يمثل هذيك البروتين. عوض ما نحقن البروتين مباشرة كي تحدث تفاعل، سنحقن هذا الجينة. لكن الجينة داخل الجسم كيف ستعمل لينتج الجسم هذا الانتيجان؟ كيف ستعمل؟ هذاك الشيء علاش كنقول الناس استحيوا راكم ما عارفين والو. ملي نحقنوا الامرين فين غيمشي؟ فين غيخدم؟ فين؟ في الدم، في المخ، في الكبد، فين؟ في العظم، فين غادي يمشي؟ ولذلك يعني لا نتكلم، لأن ماذا نقول؟ يا سنة لأن علوم في السماء وشخص يتكلم في الأرض، وكأن هذا اللقاح محلول غادي يتحقن الناس. وهناك من بدأ يفسر وينظر ويحاضر. الفاكسان غادي يجي، غادي يعمل تفاعل، الحقنة الأولى غدير الحقنة الثانية، الجسم سيصبح ما هو هذا اللقاح؟ يا ودي لا تعلم شيئا عن اللقاح، اسكت. اللقاح سر صناعي ديال البايوتكنولوجيا، ديال المختبرات، هو سر المختبرات، ولا يمكن أن يعلمه أحد، ولا من المستحيل أن يعلمه أحد إلا الذين هم في الطاقم، هذا الذين يعملون على هذا هو المشكل. هذا الامريني كيف يتم يعني إكتاره؟ كيفاش غنكثروه باش يولي عندنا بزاف؟ انت غتجي فيروس خدتي منه ام ار ان اي، هو الفاكسان، ايوا هذا الام ار ان كيفاش غيولي عندنا 600 مليون فاكسان؟ كيفاش غادي يولي عندنا 600 مليون ام ار ان؟ وشحال من ام ار ان داخل عاد لانفيكتيفيتي، عاد البارتيكول، هادو لي تيست اللي كيديروا، يعني تحليل الانفيكتيفيتي باش الفاكسان يخرج، وتحليل البارتيكول، شحال من بارتيكول، شحال من فيروس غادي يدق للناس. هذه اشياء دقيقه يا عباد الله، اشياء دقيقه. والمشكل هو الناس يعني ردوها ليهم حريره، كيتكلموا بحال كيتكلم على الشوكولاط. يعني امور في تمام الدقه وفي اعلى درجه من العلوم. والمختبرات يرتعدون، كل المختبرات استرازينيكا وبيونتيك كلهم يرتعدون. راكم شفتوهم كلهم يعني يتنصلون من المسؤوليه، لانهم يعلمون بانه ليس بالامر السهل، لأنه راه حياة الناس تم. ومن بنادم يجي يسجل ويقرأ يهضر مع الناس وكأن هذاك الفيروس عصفور غيشدو بيدو. يعني أمور غريبة. الناس شوية يستحيوا، شوية. هذه بايوتكنولوجيا، صناعة اللقاح. كيف تتم الصناعة؟ لا أحد يعلم. ونحن تكلمنا معكم وقلنا بأنه لغز، قلنا بأن لا أحد يعلم شيئا، ومع ذلك لا زالت الضوضاء والضجيج. لا أحد يعلم شيئا يا عباد الله، لا أحد يعلم شيئا.
السلالة الأولى انقرضت وأصبحت فيروس عادي. الفيروس الأول الأب أصبح فيروس عادي، كل الناس حاملين للفيروس. المغرب نحن نقترب، إلا كانت الأرقام هذه ديال الأرقام الرسمية، عندنا 4,061,775 هذه مستبعدة، يعني 4 مليون ونص مستبعدة، وعندنا نص مليون تعالج، وعندنا الحالات المؤكدة هي نفسها، يعني ولينا تقريبا في 9 المليون. 9 المليون هادو بالتحليلة اللي الفيروس قاسم، يعني لمسهم. وهذه الحالات التي تعالجت راه ماشي نصف مليون، راه كاين 3 المليون تعالجوا غير وحديهم، تعالجوا عب وحديتهم، عب بالحنوط، هادو ما مسجلينش، هادو ما مشاو للسبيطار ما تسجلوا. يعني كاين اكثر من 2 المليون تعالجت عب وحده، تعالجت بلا دواء بلا سبيطار بلا تسجيل بلا والو، هذه خارجه. وعاد البلدان العربيه كلها فيها تقريبا 5 أضعاف الحالات اللي تعالجت، يعني الحالات اللي تعالجت رسميا مسجله 5 أضعاف تعالجت خارج التسجيل، خارج يعني رسميات. يعني بالارقام، يعني كما كنقولوا حنا حساب الخشيبات. في شهر أكتوبر الماضي كان مثلا بلد بحال المغرب كان ثلثي السكان عندهم الفيروس، أكثر من ثلثي السكان كان عندهم الفيروس. لا يمكن أن لا يصل إلى جميع الناس، لا يمكن، لأن الإنسان لا يعيش في محجر لوحده يمدون له الأكل من الفوق، إنسان يخرج ويعني. فهذه الأشياء الآن، هذه البلدان العربية الإسلامية فوضعها جيد إلى حد الآن، وضعها جيد بالمقارنة مع البلدان الأخرى. هذه البلدان تجتهد وتكد وتجد، ولديها طرقها وحلولها، ولا زالت تؤمن بالعلاجات الطبيعية، والعلاجات التقليدية لا زالت تؤمن بالأعشاب والمواد الغذائية والصيام وأشياء هكذا، لا زالت تؤمن به، لا زالت لديها ثقافة، لا زال لديها رصيد معرفي تعول عليه وتعتمد عليه في حالة الشدة. يعني الماء في شهر 3 و4 يعني أرعبوا العالم بأن ليس هناك حل فاكسان لا دواء، فطبعا كل شيء الناس رجعوا. وشكون اللي ولا طبيبة وصيدلانية؟ ولات المرأة. المرأة هي اللي ولات طبيبة وصيدلانية وعالمة النفس وكل شيء، هي التي تجتهد وهي التي تبحث وهي التي تعمل هذه الأشياء. فهذه المسألة هذه أولا الشيء الذي لا يناقش ولا أدري لماذا. كل الذين ناقشوا على المنابر والمحاضرات ونستضيف فلان ليقول، يريدون أن يسمعوا منه أشياء ينشرونها لكي ترتفع المشاهدة فقط، لكن أن ينفع الناس ليس هناك ما ينفع الناس. والشخص لا يريد، يعني هناك من أجاب عن أسئلة الناس بطريقة علمية ومنشورات ويتقي الله في ذلك، ويعني ويتحرى الأمانة العلمية إلى آخره. الناس لا يريدون الجواب عن 20 سؤال. بنادم ما باغي يفهم، ما باغي يعرف، بنادم باغي يقول لك سيدي واش لقح ولا ما لقحش. ليس هناك شخص يقدر يجاوبك على هذا السؤال، وليس هناك أحمق على وجه الأرض يجيب على هذا السؤال واش نفاكسيني ولا ما نفاكسينيش. لا يبقاوش الناس يسولوا هذا السؤال، ليس هناك من يجيب عن هذا السؤال. هذه مسؤوليتك تحملها كاملة، ولكن باغي ترمي المسؤولية على الناس، وهناك من يريد الناس أن يجيبوا جواب خارج لكي يأخذه. ليس هناك من يقدر أن يقول للناس أن يلقحوا أو لا يلقحوا، لا يقدر أحد. هناك يعني أوساط رسمية ستتحمل مسؤوليتها، وزارة الصحة ستتحمل مسؤوليتها، السلطات ستتحمل مسؤوليتها، ستكون عملية هذه التلقيح. هذا الكلام يبقى كلام زائد. عملية التلقيح ستتم في جميع البلدان، يعني ما عدا هذه الأشياء يبقى كلام زائد. جميع البلدان، وهناك بلدان يعني بدأت، يعني في الولايات المتحدة في دالاس بدأوا، يعني في إسبانيا بدأوا، وفي بريطانيا كانوا بدأوا، يعني كيتوقفوا كيبداو، يعني كاين بلدان بدأوا فيها ماشي. وهذا المسألة هذه ديال اللقاح هذه، بما أن هناك طرف يتحمل المسؤولية كفى. حنا شنو بغينا عاد يتحمل المسؤولية وصافي، فقط يعني لا يخون الناس وصافي. هذا الشيء اللي بغينا حنا، لا كان يتحمل المسؤولية وهذا الشيء هذا نضمن ما عندناش مشكل. لكن لا، هذه المسؤولية هذه كيف يتحملها الناس؟ الناس الآن يناقشون في العالم، أنا لا أتكلم عن المغرب، أنا أتكلم عن العالم. ماذا يناقشون؟ يناقشون الفرق بين اللقاحات.
يعني شوفوا التضليل، شوفوا الطريقة التي ستمرر بها الأمور. لا، هم لا يناقشون اللقاح في حد ذاته، لا، يناقشون هذا اللقاح أحسن من هذا. يعني فكرة التلقيح تقبلت، ملي كنبداو نناقشوا إن هو الأحسن فقبلنا بعد هذه، لكن قبل ما نقبلوا هذا اللقاح بعدا خصنا نشوفوا نناقشوا بعدا، قبل نناقشوا ماشي نناقشوا، نقاش يكون الباحثين والخبراء يتجمعوا يعني في مكان مغلق يسدوا عليهم ويناقشوا أمر الأمة. هكذا تتم الأمور، ماشي يجي واحد ويقرر. يعني السبت المقبل غادي نبداو، هذا ماشي معقول، هذا ماشي معقول. راه كاين باحثين، كاين خبراء الآن يتحسرون ويتقطعون ويموتون غيظا الآن، خبراء وباحثين الآن يعني يتحكمون في أعصابهم إلى حد الآن. ولكن في وقت ما أنا لا أظن أن الباحثين والخبراء سيتحكمون في أعصابهم أكثر من شهر، وسترون جميع الخبراء والباحثين في البلدان سيخرجون، في فرنسا، في ألمانيا، في مصر، في المغرب، في الجزائر، في تونس، جميع البلدان الباحثين والخبراء الحقيقيين سيخرجون، لأن ستظهر مع الأسف الشديد بعض الأشياء التي يعني سترغم الباحثين بأن يخرجوا، وسيخرجون، سيخرج الباحثون ثم غادي يسكتوا الحس لشي الآخر. هذه المسائل ديال ناقشوا الوضع. وضعنا في البلدان العربية جيد، البلدان العربية وضعنا جيد، يعني بالمقارنة مع البلدان يعني بالمقارنة مع فرنسا ومع بريطانيا ومع البلدان الأخرى، وضع البلدان العربية إلى حد الآن جيد. هناك من لا يريد هذا التحليل، هناك من يقول لأن التحليلات غير مكفية، هناك من يقول لا نثق بالأرقام، هناك من يقول لأن ليس لدينا هذا. وضعنا جيد، وضعنا جيد، هذه البلدان وضعها جيد، ناجحة. لكن هناك من بني جلدتنا، من بلداننا، هناك بداخل بلداننا من لا يريد هذا النجاح، لا يريد هذا النجاح، وكأنها خسارة في هذه البلدان، وكأن هذه البلدان هذه أول مرة شوية تتنجح وتتفلت من هذا، وكأنها خسارة فيها، يعني خصها يعني كلها تموت. ما عرفتش شي وحدين ما باغينش هذا النجاح هذا. البلدان العربية إلى حد الآن ناجح، يجب أن تستيقظ فقط وأن لا تبقى هكذا مرعوبة. البلدان العربية كلها ناجحة، ويجب أن ينتبهوا، يجب أن ينتبهوا. ماذا نناقش؟ نناقش يعني اللقاح. كيف نناقش اللقاح؟ اللقاح يكون لما تكون يعني جائحة ويخاف الناس على ذا فيلقحون الغير مصابين، الأشخاص الذين لا زالوا لم يصلهم الفيروس، والغير مصابين والذين لم يلمسوا الفيروس. هكذا كان من قبل، هذا هو يعني أسس اللقاح. يلقحون لكي يكتسبوا مناعة، والما يصابوا بالفيروس لا. هكذا كان فيروس هذا داء الكلب، هكذا كان فيروس يعني هذه الكزاز، هكذا كان فيروس الشلال، هكذا كان فيروس هذه الفاكسين. وهناك من يتكلم عن هذا اللقاح وكأنه لقاح بوحمرون العواية. هنا الجهل التام، هنا فين كنضحك أنا وكنتفرج. كاين شي وحدين كيقول لي اللقاح أنقذ البشرية ويعني الآن لم يعرض لنا مضار. يعني عن ماذا تتكلم؟ عن ماذا تتكلم؟ عن ماذا تتكلم؟ راه ماشي العواية وبوحمرون هذه. عن ماذا تتكلم؟ لا اللقاح. ويخلطون أن هذا اللقاح، انظروا لماذا كنا هكذا، كنا نلقح ولما لقحنا نقصت الأمراض. راه هذا ماشي بحال اللقاح ديال العواية. ويعني استر راسك، لأن الحقيقة ستظهر بعد 5 و10 سنوات، ستظهر الحقيقة. وآنذاك ستعلم بأنك كنت تقول منكرا. ولذلك أنا كنقلل الكلام حول اللقاح وما كنقولش أي حاجة. علاش؟ لأننا نعلم على الأقل كيف تتم الأمور. لا يمكن أن نتكلم هكذا يعني ونخلط هذه أشياء جديدة. الفيروس نفسه باقي لغز، الفيروس باقي لغز. هل هناك مختبرات الآن لديهم هذا الفيروس؟ باقي الفيروس نفسه. الفيروس الأول الآن ظهرت سلالات، وستظهر سلالات، وستظهر سلالات. السلالة الثالثة والرابعة، الخامسة ستكون في شهر مارس، والسادسة ستكون في شهر 6، والسابعة ستكون في شهر يعني هذا في شهر 7. ليس سلالة، ستكون سلالات، ستخرج سلالات. لماذا؟ لتبقى الأمور كما هي، لكي لا يكون تحسن. يجب أن تكون سلالات لكي لا يلاحظ الناس تحسن، لأن يعني عدد الحالات انخفض.
يجب أن تكون سلالات ليبقى المشكل هو قائم. عدد الوفيات، عدد الحالات المؤكدة، عدد يعني الحالات الحرجة، عدد الاستعجالات، عدد هذا الطوارئ إلى آخره. يجب أن تكون حالة، يجب أن تخرج سلالات، يجب هكذا الأمور. يعني بما أن خرج الفيروس الأول فلا يمكن هذا الفيروس أن يذهب هكذا يعني ولا يمكن أن ينتهي الفيروس بدون لقاح، يجب أن يكون لقاح. فها هو اللقاح الآن غيبدأ، ولكن سلالات وسلالات وسلالات. ثم ماذا نناقش الآن؟ ماذا يناقش الناس؟ يجب أن يناقشوا هذا اللقاح لمن، كيف سيستعمل، ما هو، هل نحتاجه أم لا، من الذين يحتاجونه، ومن الذين ربما هناك فئات لا يمكن هناك فئات لا يمكن لا نغامر بالمرأة الحامل لقحها. المرأة الحامل لا يمكن أن نغامر، وهي لا تكون كارثة. ما هناك أشياء يعني يجب أن هذه الأشياء التي يجب أن تناقش. يجي واحد يقول لك الفئات التي سنستثنيها منها المرأة الحامل ومن المرأة المرضعة التي لا زالت لم تلد، وهذا والمسنين الذي لا يا سيدي الله، ماذا أنت عن ماذا تتكلم؟ ولماذا المرأة الحامل؟ ولماذا الذين دون السن 20 لا يلقحون؟ ولماذا تبدأون ب70 سنة و75 سنة؟ لماذا؟ فسر لنا علاش. الأولى اللقح هذو اللي خايفين من يموتوا 30 عام و40 عام، أما 75 و70 ما بقاوش خايفين على رؤوسهم. يعني هذه هي الأشياء، هكذا يجب أن تناقش الأمور. نتكلم عن تناقش الأمور. يعني رأيي في هذه الأشياء هذه لا يغير شيء. يعني أنا قلت بأن ليس هناك شخص أحمق في العالم يعني أن يجيب دائما السؤال مطروح هل ألقح أو ألقح. ليس هناك من يجيبك على هذا السؤال، وإذا أجابك شخص بأنه أحمق لا يمكن. يعني هذه أشياء تناقش، ويعني عليه سواء أجابك بلا أو نعم لا يغير أن عملية اللقاح ستتم هكذا، يعني ستتم، ما عندناش لن يكون فيها أي مشكل. هذه نقطة مهمة. وهو ماذا نناقش؟ هل نناقش أنواع اللقاحات؟ هل نناقش الفئات التي ستلقح؟ ثم الشيء الخطير وهو ماذا بعد؟ لا قدر الله وقع شيء مشكل، من سيتحمل مسؤولية؟ يعني مسؤولية مدنية طبعا إذا كانت أرواح. هذه هي الأشياء التي يجب أن يتكلم عنها الناس. بعد اللقاح ماذا سيقع؟ ثم هذه اللقاح ما هي؟ ولماذا هذا اللقاح ميرين؟ ولماذا هذا اللقاح فيروسي؟ ولماذا لماذا؟ وما هو اللقاح الذي ممكن أن يستخدم؟ وهذه اللقاحات لمن موجهة؟ هل للإنسان الأبيض؟ هل للإنسان الذي لديه مناعة؟ هل للإنسان الذي يعني مر منه الفيروس؟ هل الإنسان الذي لا زال لم يلمسه الفيروس؟ هل من الذين مروا من الاستعجالات وخرجوا يعني تعالجوا وخرجوا بسلام؟ لمن أن تناقش الأمور، والعلماء والباحثون والخبراء هم الذين يناقشون هذه الأشياء. نحن نرى دائما أطباء على الفضائيات وعلى التلفزيونات يتكلمون، ولكن أين أصحاب البايوتكنولوجيا؟ أين أصحاب الجينيتيك انجينيرين؟ أين أصحاب العلم الحقيقي الذي يبين للناس يعني كيف تتم صناعة اللقاح، كيف يتم هذا اللقاح؟ الأمرين نعم، الأمرين ليس في الهواء نأخذه ثم نحقنه. الأمرين عندهم إنتاج. إذا كان الصناعة وحليل الآن مع تصبير السمك، فماذا تقول يعني عن اللقاح؟ كيف يعني سنصب يعني هذا كيف يحفظ من التلوث؟ لأن هو يتلوث كذلك، يعني ربما يفسد. فضد الفساد فهناك المعتمد الآن لا أدري هل صحيح أم لا، المعتمد هو السيزيوم كلورايد والتارترات، بوتاسيوم تارترات، صوديوم سيزيوم، ولكن الألمنيوم والميركوري كاين أشياء أخرى خطيرة. فهذه هي الأشياء. يعني هذا اللقاح كم مدة تخزينه؟ ويعني أظن أن هناك دكاترة سبقوني مدة التخزين، يعني ما هي الأشياء، يعني ما هي المنافع وما هو الضرر، وكيف يتم، وما هي الأشياء التي ممكن أن نتوقعها من بعد. هذه أشياء يعني ناقشها يعني الناس قبلي، والحمد لله أن هناك ما شاء الله دكاترة كذا يتكلمون يعني معقول وصواب. ولكن الأشياء هذه يجب أن تناقش في منبر أكبر، في مناظرة دولية، محاضرات وطنية. إلى حد الآن من اللي بدأت هذه الجائحة الآن ليس هناك مناظرات علمية ولا محاضرة. غريب، لا في أي بلد، حتى في أمريكا وأوروبا لا يوجد هذه الأشياء. هي أشياء لا، أنا لا أتكلم عن المغرب، أنا أتكلم عن بلدان العالم. هو نفس الشيء، العالم كله أصبح يسير بنفس السرعة وبنفس يتصرف نفس التصرفات. ليس هناك فرق ما بين يعني الآن يعني
الطريقة كيف يواجهون كورونا في البلدان الأوروبية ولا في البلدان العربية بالعكس أحسن على الأقل، لأن بداو كيعولوا على راسهم شوية يعني بهذه. فهذه الأشياء هي مهمة، نعم جيد أن نعلم هذه المعلومات، لكن هؤلاء عن ماذا يتكلمون؟ يتكلمون عن شيء هم لا يعلمونه، وأنا أخشى أن يضللوا الناس. لما يتكلم عن لقاح كورونا ويقول بأن لقاح العواية وبوحمرون أنقذ البشرية، فهذا الشخص يجب أن يستحيي. ولما يتكلم عن هذا اللقاح بأن يعني اللقاح لما نحقنه فالجسم يعني ينتج هذا المضادات ضد الفيروس، فلماذا الذين أصيبوا بالفيروس لم ينتجوا هذه المضادات؟ الفيروس الحقيقي وليس الفاكسين. الذين أصيبوا بالفيروس ليس لهم الآن يعني مضادات، ليسوا محميين. يعني قليل الحالات التي عاودها الفيروس، قليل هي حالات قليلة جدا التي عاودها الفيروس، نعم. ولكن هؤلاء الذين الآن تعالجوا من الفيروس ماذا نعمل معهم؟ الذين تعالجوا ماذا نعمل معهم؟ عدد كبير، نسبة كبيرة، يعني نسبة كبيرة هذه. فهذه مشاكل كلها يجب أن تناقش في منبر علمي في باحثين، وهم الذين يجب أن يتكلموا مع الأمة وليست الصحافة. الخبراء والباحثون والعلماء وهم كاينين موجودين بالعشرات، يعني هذه الموليكولار بيولوجي في المغرب وفي الجزائر وفي تونس، يعني في التسعينيات الذين ناقشوا الدكتوراه كلهم ناقشوها في الموليكولار بيولوجي، في الإيمينولوجي. جل الناس اللي عندهم حاملين دكتوراه اللي ناقشوا في التسعينيات والثمانينيات كذلك، كلهم تقريبا 90% منهم كلهم عندهم الموليكولار بيولوجي ولا البيوتكنولوجي ولا يعني هذه الإيمينولوجي كانت موضة يعني في الثمانينيات وفي التسعينيات، كلهم عندهم إيمينولوجي، كلهم درسوا علم يعني علم المناعة. هذه الأشياء مع الأسف أنا أرى أن هناك خلط كبير وتضليل وتشويش وتشكيك. نحن لا نشكك في اللقاح ولا نشكك في التلقيح من الناحية العلمية، بالأسس العلمية لا يمكن نحن كباحثين أن نشكك في شيء علمي، لا نشكك فيه، لكن يجب أن يؤخذ مأخذ يعني الشفافية والمصداقية والمسؤولية، والذين هذه ولا يعني تكون هذه الأشياء معتمة ومسكوت عنها ولا أحد يتكلم، ثم في الأخير يخرج لنا نلقيه. يجب أن تكون منذ شهر 3 لم نسمع أي شيء إلا عدد الحالات المؤكدة والمصائب، ثم فجأة يعني سيكون لقاح سنلقيه. ليس هكذا تتم الأمور، تناقش الأمور، لا زلنا ننادي أن تناقش الأمور وتدرس الأمور. أكيد أن عملية التلقيح ستسير، لكن لا يمكن أن ننتظر حتى تقع مشاكل. ستبدأ عملية التلقيح، لكن لا يمكن أن ننتظر حتى تبدأ مشاكل. أن نناقش الأشياء الآن ونستعد لبعض الأشياء التي ربما تقع، لا ندري، لا قدر الله، وأن تناقش هذه الأشياء وأن يعاد نقاش هذه الأشياء ويعاد النقاش، ونتحمل مسؤوليتنا، كلنا نتحمل مسؤوليتنا. وهذه المسائل مع الأسف الشديد من شهر 3 وأنا أدعو إلى النقاش ونقاش علمي وإلى جمع العلماء الباحثين. هناك عقليات لا تريد هذه الأشياء، فنحن لا نتهجم على أحد ولا نذكر أسماء ولا ننتقد أحد، فقط نطلب من هؤلاء بأن يعني البلد عنده أبناءه، هؤلاء عندهم جنسية مغربية وجنسية جزائرية وجنسية تونسية وجنسية مصرية وجنسية سودانية وجنسية سورية وجنسية عراقية، هؤلاء لديهم جنسيات بلدانهم، هؤلاء علماء، هؤلاء درسوا هذه الأشياء، وهؤلاء بالعشرات. أظن أن رأي 30 خبير أحسن من رأي شخص يغلق المكتب ويقرر لنا. أظن أن 30 و40 و50 و60 باحث، أظن أن يكون هذا، ومن جميع الأطياف ومن جميع التيارات ومن جميع الفئات. المهم أن يجتمعوا ليخدموا بلدانهم ويكون نقاش. بدون هذه الأشياء سيبقى دائما هذه الشعوب ستبقى دائما لا تثق في هذه في الرسمية. إما أن يتكلم العلماء والخبراء لأن الأمة تثق فيهم وترتاح لهم ولهم مصداقية أن يتكلموا مع الشعوب، وإما هذه الشعوب لن تقبل أي شيء من هؤلاء الرسميين. هذا واقع، أنا لست تحليلي، هذا واقع هكذا. الناس كلهم يشكون وكلهم لا يريدون كلهم لا يصبحوا لا يثقون
في هؤلاء. ولماذا أصبحوا لا؟ لماذا فقدوا الثقة؟ لماذا الشعوب كلها فقدت الثقة؟ حتى الشعوب الأوروبية، حتى فرنسا، وحتى يعني الشعوب فقدت الثقة. لماذا الشعوب فقدت الثقة؟ لماذا؟ لأن كان دائما تمثيل على هذه الشعوب، كان تمثيل، كانوا الأوساط الرسمية كانت تمثل على الشعوب. الآن افتضح الأمر. أظن أنه حان الوقت يعني كي يجتمع الناس، لأن هذه الفرقة ليست في صالحنا. الفرقة ستهلكنا. الفرقة سنباع في سوق الرقيق إذا بقينا في هذه الفرقة. الناس لا زالوا لم يدركوا صعوبة الأمر وخطورة الأمر. كثير من الناس يعني نحن قلوبنا لا يعلمها إلا الله، لأننا نعلم الأمور إلى أين تسير. لكن هناك من بدأ يستخف ويستهزئ ليست الأمور كما تظنون، وسترون السنوات المقبلة ليست الأمور كما تظنون. سيكون استعمار علمي حقيقي بمعنى الكلمة، سنستعمر علميا. لماذا؟ لأن لديهم الآن يعني البلدان الآن التي ستنتج هذه الأشياء وما بعدها وما معها، يعني هذه الأشياء. فيجب أن تكون هذه الأمور في تمام الشفافية، وأن يناقشها الخبراء والعلماء في داخل هذه البلدان، وكما قلت جميع التيارات، وأن يجتمع الناس، أن لا يبقوا هكذا بعضهم يضرب بعضا. لن يفيدنا هذه الأشياء، لن تفيدنا في شيء وستهلكنا. جميع البلدان يجب أن يستيقظوا. يعني أي شخص. لماذا نستغني عن الذين يعلمون هذه الأشياء؟ لماذا؟ هذا سؤال خطير. لماذا هذه الشعوب تستغني عن الباحثين وعن العلماء؟ لماذا تستغني عن الباحثين والعلماء؟ بما أنها تستغني عنهم فهناك شيء. فقط بما أنها تستغني عن الخبراء الذين هذه الأشياء هذه في المختبر. احنا كنا كنلعبوا بليزانزيم دو ريستريكسيون بالجينات، وبتقطع لا دي ان ولا ار ان، ولا كنا كنلعبوا في المختبر. ثم يأتي شخص هكذا ويتكلم. نحن نعلم كما واحد المثل عندنا في المغرب أمي، احنا اللي عارفين تبنها فين يطيح. يعني التبن كيهزو البرد، ولكن احنا اللي عارفين هذاك التبن، احنا اللي عارفين تبنها فين يطيح، عارفين تبنها فين غيطيح. يعني كي لا نصل إلى هذه الحالة، فيجب أن تكون هذه الأمور. لا يظن هؤلاء الذين يتظاهرون بأنهم واثقون من الحل، لا يظنون أنه سيمر بالسهولة التي يظنون. وأذكر فقط، يجب أن لا يظنوا بأن الأمور ستتم بالسهولة، يعني يظهرون متأكدون ويعني متيقنون من هذا الحل، وأنتم أحسستم بكلامهم، يعني متيقنون ومتأكدون من الحل، يعني يظهرون بهذا. شو أنا أستغرب لما أرى شخص متأكد ومتيقن من هذا الحل، أنا أستغرب وأستغرب وأتأكد بأنه لا يعلم شيئا عن اللقاح. في نفس الوقت لو علم كيف تتم عملية اللقاح ومن أين خرج هذا اللقاح لكان يستحي، لكنه لا يعلم شيئا. يعني متأكد من الحل، والدراسات التي درسناها ونحن متأكدون من الحل، ونحن أعطت نتائج سنرى الأيام بيننا، سنرى. هذه البلدان الآن يعني تتقدم وتتراجع، يعني شوف البلدان الأوروبية، السلالة الآن ماذا فعلت في بريطانيا؟ السلالة الحديثة الآن كارثة في بريطانيا، في لندن الآن. شو يعني المستشفيات رجعت كي كانت. يعني فرنسا الآن هي غادة ترجع للحجر الصحي، وهناك من لا زال يعني يجب أن نناقش الأمور، لأن ربما في حالة ما هذا الحل هذا، في حالة ما عطوالو نعود من الأول، اش غنديروا في حالة لا قدر الله ما عطوالو؟ يعني يجب أن نحتمل. نحن في البحث العلمي نحتمل كل شيء، نحتمل يعمل ولا يعمل في البحث العلمي، هكذا يعني تعلمنا وترسخ لدينا هذه الأشياء. فكيف ستكون الأمور؟ لا ندري كيف ستكون، لا ندري. وهذا هو يعني. فعموما هذا التشويش أولا ما خصش يكون تشويش. ليس لأحد الحق أن يناقش موضوع ليس أهلا له. يجي شخص يبدأ يتكلم لنا هكا، ليس لأحد الحق أن يتكلم في موضوع ليس أهل له، وهذا موضوع دقيق ومستوى عالي، وأن يتكلم فيه فقط المتخصصون في الميدان.
هذا شيء مهم جدا. أما أن يبقى شخص يتكلم ويعني تشويش وهذه بلا بلا ما عندنا ما نديرو بها، ليس وقتها الآن، راه أرواح دابا كتمشي. ولكن أن يبدأ شخص ينظر ويؤطر، وبدأوا الآن يعني فئة بدأت كتضرب في الباحثين، ويعني الباحثين الحقيقيين في البيوتكنولوجيا وفي البيولوجيا الموليكولية هما اللي بداو كيضربوا فيهم دابا، بداو كيشكوا فيهم كاع هنا ما قراوش. والله أمور غريبة، والله أمور غريبة جدا، أمور غريبة جدا. ولكن الناس ما عارفينش شنو البحث العلمي. ملي كيدخل المختبر ويوقف هو في نفسه كيترعد، لأنه هو ممكن يصاب. الرعب اللي دوزنا احنا في المختبرات يعني رعب يفوق، ولكن الناس لا يعلمون. يعني الناس لا يعلمون البحث العلمي راه يدخل المختبر ويعمل بحث علمي، راه هو بنفسه راه يعني احنا كنا يعني كندخلوا كلنا احنا معقمين، الشعار يعني كل شيء معقم. وملي كنخرجوا حال الضفران ممنوع والشعر ممنوع. البحث العلمي ليس هكذا الناس يتكلمون فيه، ولا نسمح لأي أحد أن يتكلم في تخصص عالي في البايوتكنولوجي. هذا ليس طب وليس صيدلة، أوضح، ليس طب وليس صيدلة، ليس طب وليس صيدلة، هذه بايوتكنولوجي، هذه صناعة. أن يعلم الناس هذه الأشياء، هناك التلقيح وهناك اللقاح، هذه صناعة، لا أحد يعلم هذه الصناعة، هذه سر. وأن يعلم الناس هذه الحقيقة التي لا يعلمونها، لأن هذا الفاكسين وكأن نجم، لأن هذا الفيروس، لنفرض أن هذا التلقيح سيكون فيروس، يعني سحبوا منه هذه الجينات التي كما يقولون هذه الخزعبلات الخرافات، أن الفيروس ردوه يعني ظريف. يعني هذا الفيروس كيفاش كتروه، كيف تم يعني إكتاره، لأنه لا ينمو، كنقولوا تكتير وليس نمو. يعني كيفاش كتروا هذا الفيروس، فين زرعوه، فين؟ واش زرعوه في الدم ديال بنادم، ولا الدم ديال الخنزير، ولا الدم ديال الدجاج، ولا البيض ديال الدجاج، ولا المصل ديال القروده، ولا المصل ديال بنادم، ولا فين زرعوا هذا الفيروس بعدا تكتر؟ كيفاش كتروا هذا الفيروس؟ واش ولات عندهم مليار ديال اللقاحات؟ شحال من فيروسات في ذاك اللقاح، والانفيكتيفيتي والبارتيكولز كيفاش دارت؟ هذه هي اللي خصهم يعطيونا، ماشي غيعطيونا 97%، هذيك 97% يعاودوها الرسوم. يعني هذا الفيروس هذا يعني الانفيكتيفيتي والبارتيكولز، هادو هما التحاليل. من بعد عاد نشوفوا الفئات التي لا تقبل التلقيح. ها المشكل، هناك فئات عندها حساسية ولن تقبل التلقيح، وسيكون مشكل، لأن بني آدم ما مخلوقينش بماكينة، يعني خرجوا من آلة، راه ماشي هذه علب السردين نفس الشيء. أن بني آدم يختلف المرأة والرجل والجهات واللون والفصيل الدموي والأمراض الوراثية والأشياء. يعني بنادم ماشي بحال كاين اللي عنده حساسية للقمح، كاين اللي عنده حساسية للزيتون، كاين اللي عنده حساسية للعسل، كاين اللي عنده يعني حساسية لهذا الكرافس، كاين اللي عنده حساسية يعني فبنادم ماشي بحال باش نعطيو نفس الشيء. ثم فهذه هي التي هي اللي كنسميوها حنا دراسة التلقيح. ماشي نعيطوا على 15 نديروا لهم تلقيح ونقولوا مزيان، حتى ديك العينات هي كتختار، هذه البلاسيبو تا هو راه كيتختار بالاعمار وبالجنس وبالفواصل الدمويه وبالفئات وبلون البشره، كيتختار. ملي كنبغيو نديروا حنا تجارب على الفئران تنختاروا الفئران، والفار خصنا نتاكدوا منه اسبوع بانه ما مريضش، كنديروا ليه لادابتاسيون، يعني خصو يعيش في ديك البيئه اللي غنديروا فيها التجارب. يعني هذه الأمور ماشي سهلة، ولكن الذين يعني لا يعلمون شيئا عن هذه الأشياء أن يتركوا الميدان، لأنهم سيضللوا الناس بدون أن يعلموا. هذا الميدان له أصحابه، له اختصاصيه، وهناك اختصاصيه. الحمد لله المغرب كاع هذه البلدان المغاربية بحكم اللغة أنها درست في فرنسا وفي كندا وفي بلجيكا بحكم اللغة، ويعني كثير من الناس معهم شهادة دكتوراه، ولا يمكن أن نشكك في شهادة الدكتوراه عند شخص. لا يعني هذا قلت كما كنقولوا حنا قلت الحياة. لماذا؟ لأن هاد الناس هادو اللي كانوا كيقراو في فرنسا ملي كانوا كيديروا الدكتوراه راه كانوا كياكلوا الحمص وكانوا كيبقاو 5 أيام بالجوع. كنا كنسلقوا الحمص في المختبر وكنا كنبقاو 5 أيام بالجوع باش درنا الدكتوراه. ماشي يجي واحد يتجرأ هكذا ويبدا يشكك ويبدا هذا، فالناس يستحيوا شويه.
يستحيل. لا يعلم البحث العلمي إلا الذي ناقش شهادة الدكتوراه، والذي ناقش شهادة الدكتوراه دائما يستحي، وإذا لم يستحي فهو صعلوك. إذا كان عنده دكتوراه وما استحياش فهو صعلوك، لأن الدكتور دائما يستحي، ودائما يكون هو صاحب العقل، ينتقد، يسب، يشتم، يتنكر له، لكن كيبقى دكتور. علاش؟ طبعا لأن مستوى يعني عالي. فمع الأسف الشديد علي أكثرت شوية هذا الكلام، ولكن هذه الأشياء التي يعني اللي ما عجبتنيش هي هذه التراشقات. الناس بداو كيتراشقوا مع بعضياتهم، شي يسب شي كيشكك في شي. هذا علامات التخلف، هذه علامات الكبرى لمجتمع متخلف. لما نتراشق وننتقد ونشكك في بعضنا هذه علامات التخلف. أن لا يكون تراشق، أن يكون مؤتمر، أن يكون نقاش، أن يكون حوار، أن يجتمع الناس كما نقولوا. اللي عندوش ما يقول يتجمعوا في واحد البلاصه، واللي عندوش ما يقول ياخذ الميكروفون ويهضر ويتكلم، يقول لي أنت لست يوصلنا. وحنا دزنا في مؤتمرات، أنا دوزت تقريبا 48 مؤتمر في بلدان متعددة. ولما نكون في المؤتمر فيه دكاترة، كل الناس معهم شهادة دكتور، لا يمكن أن تنتقص من شخص لكن لما تنتقد العلم وليس الشخص. يقول له هذا البحث الذي قمت به عندك فيه نقطة ضعف، أنك كان عليك أن تعمل أو شيء هذا. نعم، ويتقبلها، تقول لماذا لم أعمل هذا؟ لأنني كنت أو شيء. هكذا يكون النقاش في المؤتمرات اللي فيها الدكاترة. ولكن لما يكون هكذا كلام يعني في هذا التشويش بهذه الطريقة، لا. يعني كي أختم، هؤلاء الذين يتكلمون عن اللقاح شوية يوزنوا كما نقولوا بالدارجة المغربية، يبقوا يوزنوا شوية. وهؤلاء الذين يحفزون أو يشككون، حيت كاين اللي كيحفز الناس باش يلقحوا، كاين اللي كيشكك في اللقاح. فهمتي؟ هاد التراشقات وهاد المسائل هذه خاصها توقف. ويعني كما قلت، يعني يكون مؤتمر، تكون مناظرة وطنية يناقشوا فيها الأمور، ويجي كل شيء مرحبا به، كل شيء يجي مرحبا به، ما عندناش مشكل. وهذه النقطة أخرى، وهي هذه المسائل. لما نناقش هذه الأشياء، فهناك فئة ما مشاتش المدرسة، فئة ذكية وطيبة وعاقلة ومؤدبة، وبالعكس ديك اللي ما مشاوش المدرسة هم أصحاب العقل. عندنا ناس في البوادي وعندنا ناس في الجبال ما كتبش لهم الله يمشيوا للمدرسة. لو كانوا دخلوا المدرسة لكانوا أحسن منا. والله أنا أعرف أشخاص في الأطلس، يعني من القصيبات محاوسعيد، يعني حتى التنغير، والله أعرف أشخاص لو دخلوا المدرسة لكانوا 1000 مرة أحسن مني، وأنا أشهد. لكن يعني ما كتبش لهم الله يدخلوا المدرسة، ما مشاوش للمدرسة. ولكن هذا لا يعني ما يدخلوش المدرسة أن لهم قيمة كبيرة في المجتمع، وبالعكس هم أصحاب الأدب وأصحاب العقل. فهؤلاء لا يعلمون شيئا عن اللقاح، فما ذنبهم؟ ولا يسمعون شيء، لا يسمعون إلا التراشق والتشكيك، لا يسمعون شيء. فهؤلاء ما ذنبهم؟ ما يكونش يعني واحد لجنة ديال الخبراء من شخصيات يرتاح لهم المواطن ويتكلمون مع الناس. راه هاد الناس هادو راه كيخلصوا الإعلام، هادو اللي لا ذنب لهم راه كيخلصوا الإعلام. راه الإعلام كيتمول من عرقهم. فيعني لهم الحق في المعلومة، ولا خصهم يسمعوا. خص الناس خصو يعرف يعني ماشي نديروا لهم لا يعذر أحد بجهله القانون. هذيك الكارثة اللي الآن كيفتخروا بها الناس في كلية الحقوق. لا يعذر أحد بجهله القانون، ياك؟ لا يعذر أحد بجهله القانون، ياك؟ والسيد ما عرفش نحكم عليه. والله يا أمور غريبة. لاش؟ حيت قاضي فرنسي قالها في الشريعة الإسلامية ما كاينش هذه لا يعذر أحد بجهله القانون. خصك تعرف. وهذه المسائل هذه خص الناس يعرفوا. أنا أقول خص الناس يعرفوا، خص المجتمع يعرف، وخص المجتمع يعرف من الشخصيات والناس اللي عنده فيهم ثقة، لأنه فقد الثقة يا إما نتدارك الأمر يا إما ستكون مصيبة.
لأن هؤلاء كذلك عندهم جنسية، وهؤلاء كذلك يعيشون فوق هذا الطور. هؤلاء لهم حقوق مدنية وحقوق طبيعية. لو كانوا غير في الغابة عندهم حقوق وعندهم الحق في المعلومة، راه خصهم يعرفوا، خصو يعرف باش يمكن له يقرر، خصو يعرف. وهؤلاء راه ما وصلهمش المعلومة، راه حتى واحد ما كيتكلم معاهم وراهم منسيين. فهمتي ولا؟ هذا الإعلام اللي كيتبجح علينا واللي كيتخلص من العرق ديالنا، راه هذوك الناس ما عارفين والو، وهذوك حتى هما راه مغاربة وعندهم جنسية وحتى هما عايشين في هذا الوطن. اشنو حظهم؟ حظهم أنهم ما دخلوش المدرسة. هذه المسائل هذه شوية تكون بهذه المسائل هذه. نحن لما نفكر في المجتمع كنمشيو ديما لدوك اللي كيتراشقوا النهار كامل وما النقاش، حرفتهم النقاشات، ما يديروا حتى حاجة، ما يبيعوا خضرة، ما يحرثوا أرض، ما يديروا معلم، ما والو. عنده على النقاشات الفارغة، حياته كلها نقاشات وانتقادات. ولهؤلاء هاد الناس هادو ما عندهم ما يديروا بالنقاشات ديالكم. هادو راه باغيين يعرفوا، وباغيين يعرفوا من أوساط رسمية وأوساط مسؤولة وأوساط يعني يرتاحون لها ويثقون فيها، لأنهم فقدوا الثقة. وأنا ليس من عادتي أن أذكر الأسماء ولا أن أنتقد ولا أن أتكلم عن الحكومة ولا وزارة الصحة ولا وزارة الفلاحة. أنا لا أتكلم عن هذا الشيء، أنا أتكلم عن المواطنين وأتكلم عن كيف يجب أن تكون الأمور. إذا كانت الأمور تمشي بالعقل كيف يجب أن تكون، يعني وإن شاء الله ولتكن هكذا. لما يعرفوا الناس، ملي غادي يعرفوا الناس هما غادي يختاروا وعندهم حريتهم وما تلزمش عليه. لا تلزمش عليه. واحد الأستاذ كان قراني في 1981 قرانا الاقتصاد، لأننا حنا كان هاد الصناعات الغذائية كنقراو الاقتصاد وكنقراو يعني كل شيء. فهذاك الأستاذ كان تيقرينا في النظريات، النظرية الاشتراكية، النظرية الرأسمالية، النظرة اللي بيناتهم، شنو هو الانتقادات في هذه النظرية، شنو الانتقادات في هذه النظرية، يعني الاقتصاد الرأسمالي، الاقتصاد الاشتراكي إلى آخره. قرانا مزيان، هو نيت هو اشتراكي. فواحد الطالب الصبع سولو قالوا خصنا نمشيو للمناطق اللي كتخصهم شي حاجه، يعني نديروا يعني كنا كنقدروا نقراو في لانفونتير ديال الاحتياجات ديال الشعب وديال لي بريفيزيون زعما. فبقى كيشوف فيه هذاك الاستاذ قال ليه لنفرض مشيتي لقبيله الرحامنه مثلا، مشيتي للرحامنه وقالوا لك بغينا المسكه، بغينا شوينغوم. هذاك الطالب قال لي لا ما نعطيهمش الشوينغوم، غنعطيهم الخبز واللحم والحليب، مسائل نافعه ودويه. قال لي ما عندكش الحق، tu n'as pas le droit de te substituer للمواطن. هذا الاستاذ علي انا كنحفظ لي زيكسبرسيون اللي قالوا لي الاساتذه الى حد الان. الاستاذ في الابتدائيه باقي عاقل على الجمل اللي قال لنا الحمد لله. فهذا الاستاذ قال لي ما عندكش الحق تاخذ مكان هذاك المواطن باش تطالب. المواطن بغى المسكه اعطيه المسكه وماشي شغلك. باقي كنتفكر هاد الجمله اللي قال لنا هذا الاستاذ. يعني ما عندكش الحق انك تحل محل المواطن، ما شغلكش فيه. شوف هو اش بغى المسكه اعطيه المسكه، بغى الماء يشرب اعطيه الماء يشرب. وهذه شيء مهم. لماذا؟ لان ما خصكش تدخل ليه في حريته في اختياره. هو باغيك، ما شغلكش فيه، باغيك. ماشي تجي تقول لي لا راك خاطئ، لا راه المسكه ما مزياناش ليك، لا شرب الحليب ولا هو بغى هكاك. يعني ديك الاراده ديالو اهم من داك الشيء اللي غتعطيه انت. هو خصو غير الاراده ديالو تكون، حريته تكون، وهكذا. فهذه المسائل هذه إلى حد الآن من شهر 3 إلى الآن ليس هناك بلد عربي إسلامي الآن ناقش مشكل الجائحة. أنا عندي معطيات على كل البلدان، عندي أصدقائي في كل البلدان، ليس هناك شيء. هذه البلدان لا زالت نائمة، لا زالت تنتظر. دائما راكم عارفين نتوما الحل يكون تشري بفلوسها صداع الرأس مع لا عندما ما دير بها بلا مختبرات ولا باحثين ولا باختراع اللقاح ولا شيء. لكن الخبراء لا، الخبراء ما يعجبهمش الحال. يعني شخص عامل شهادة PhD دكتوراه يعني يأخذ راتب باحث ولا يعمل شيئا، هذا في حد ذاته عقوبة له. عقوبة الباحث أنه يأخذ الراتب ولا يعمل بحث، لأن الباحث حياته كلها هي البحث. الدم الذي يجري فيه البحث يجب أن يقوم، وإلا سيصاب بالإحباط وبالمرض وبالتعصب والأمراض العصب، وإلا سيتحول إلى شخص آخر من هذا اللي مقابلين غير الانتقاد. وهذا
هاد المسألة هذه اللي كنتكلموا عليها الآن، المسألة هذه كنتكلموا عليها الآن، غندخلش التفاصيل تشكيك أنت فلان ولا أنت فلان. الأمور كيف يجب أن تتم، هكذا يجب أن تتم، أن تكون الأمور مسؤولة، وأن أصحاب الشأن العلمي يناقشون هذه الأشياء، وليس بالزبونية أنني أختار دكتور فلان يجي عندي لأنه كيهضر زوين ولأنه ما كيجرحش وما كيقولش. الزبونية خاصها توقف، يعني صافي عينا بالزبونية. خاص الباحثين الحقيقيين الخبراء اللي غيرين على بلدانهم، اللي باغيين يخدموا هذه البلدان، خاص تتاح لهم الفرصة، وخاصهم إن شاء الله هما اللي يقولوا الكلمة ديالهم، كلمتهم في هذا الشيء هذه. عموما علينا، عموما إن شاء الله فوضعنا جيد، الناس يبقوا على ما هم عليه، يعني يبقوا حذرين دائما الحذر، لأن سلالة جديدة بدأت كتظهر، الناس ما يخوفوا علينا، ما غاديش تخلعوا لي أنا دوزت الخوف ماشي، فقط يعني أن يبقى الناس هكذا شوية الحذر، النظافة ما نوصلش، نستحي الناس يعني نهضر لهم على النظافة. الناس الحمد لله نحن نتوضأ ونغسل جيد والناس كلهم نظاف، فقط يعني أن يكون الحذر، ألا يكون تهور، ألا يستخف الناس بالأمر، لأن لا زال الأشياء لا زالت لم تفهم. هناك من يشكك في الفيروس، نشكك في النفخ نعم، لكن الفيروس لا نشكك فيه، الفيروس موجود والناس أصيبوا به ومستشفيات وتم تشخيص، ويعني وكاين الناس عاشوا محنة وتعذبوا مع الفيروس. ما يمكنش احنا يعني ننكر حقيقة علمية، لا يمكن. الفيروس كاين، إنما بالشكل وبالتضخيم وهذا نعم صحيح، كان هناك نفخ وتضخيم في بعض الشهور نعم صحيح، وهذاك النفخ هو كان عنده دور على الأقل باش شوية يخوفوا الناس، باش ما يكونش هذا هو كان عنده دور، واحد شوية ديال دور إيجابي هذاك التخويف، لكن ملي كيفوت القياس كيولي الرعب في الناس وربما يصابون بأمراض أخرى. هذا هو الإثمين. فإن شاء الله تحية طيبة لكم جميعا، وإلى إن شاء الله إلى لايف آخر. سنحاول ما أمكن نعمل واحد لايف في الأسبوع إن شاء الله، ولكن ماشي على الجائحة، لأن هناك أشياء أخرى. تلاحظون أن من شهر 3 إلى الآن أن الدنيا تقريبا متوقفة، ويجب أن لا تتوقف، يجب أن يكون إنتاج، يجب أن يكون اقتصاد، يجب أن تكون تجارة، يجب أن حتى الطلبة يجب أن يكون دراسة، لأن مع الأسف الشديد الآن كارثة في الجامعات. الطلبة الجامعيين يدرسون في المنازل، هذا الطبيب كيف يدرس في منزله؟ المهندس كيف يدرس في المنزل؟ كيف الطبيب والمهندس كيف يمكن أن يدرس في المنزل؟ لا يمكن، ما يمكن. الطبيب خصو يدرس في الجامعة، المهندس خصو يدرس في الجامعة، وهذه الأشياء يعني ستضر. هذا التعليم العالي هو الذي سيتضرر. هناك من يتكلم عن القطاع الاقتصادي، لا، قطاع التعليم هو الذي سيتضرر، وهو الكارثة الكبرى. سيتضرر قطاع التعليم العالي على الخصوص. يعني في كلية الأدب وكلية الحقوق، كلية الاقتصاد، كلية الفلسفة، كلية الشريعة، هادو ممكن أن يدرسوا عن بعد، ولكن يعني هذا كليات العلوم وكلية الطب والمعاهد المهندسين هذه لا يمكن أن يدرسوا عن بعد، لا يمكن. كيف هذا مهندس في الزراعة، مهندس في الصناعات الغذائية، مهندس بيطري، وهذا طبيب وصيدلاني، كيفاش يدرسوا في لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. خاص حل. عند الأمور اللي كان انفراج يعني هذه على الأقل هذه السنة هذه 6 أشهر ولا 7 أشهر اللي مازال ممكن يعني هذه البلدان هذه تنظر في الأمر لتتدارك هذا الضياع اللي قد يقع في الجامعات. ضياع كبير في الجامعات، ضياع كبير في الجامعات. ممكن يعني يكون حل. فالمشكل ماشي في الدراسة، المشكل في الأحياء الجامعية، في السكن الطلاب. مشكل سيكون في السكن، وأما لأن الأحياء الجامعية هناك أحياء جامعية فيها 4000 طالب وفيها، فيعني هنا غيكون مشكل، يعني لا يمكن الآن الدراسة في هذه الظروف. ولكن يعني يجب أن تدرس القضية، هذه المسألة يجب أن تدرس، لا نبقى هكذا يعني، لأن هناك ضياع. لا يمكن أن نكون طبيب وصيدلاني ومهندس، وهذه يعني التكنولوجيا كلها ودراسات يعني العلوم، هذه كليات العلوم والمعاهد هذه لا يمكن أن نكون هؤلاء بالدراسة عن بعد، لا يمكن. هذه كذلك أن نتداركها. لا ينسى الناس هذا القطاع، يبقوا يعني يلهون مع اللقاح ثم ينسون هذه القطاعات الأخرى، ينسون الأشياء الحيوية في المجتمع التي يجب أن تكون، ويجب أن لا يضيع هؤلاء الناس. فإن شاء الله يعني كنقرا بعد، أنا ما كنقراش هذا التعليق، لكن كاين هناك أسئلة. عموما النقطة المهمة هو يجب أن يفهم الناس هذه الأشياء.
لأن كاين شي وحدين كيتكلموا على هاد المسائل بحال كيتكلموا على شي خضار ولا فواكه. هاد الفيروس أن يفهم الناس حقيقة هذه الأشياء، ويجب أن يخبر الناس كذلك بهذه العمليات اللي غادا تبدأ، أن يفهموا وأن يخبروا، وأن يترك الاختيار للناس، أن يترك الاختيار للناس، أن يترك الاختيار للناس. هذه حرية الناس، أن يترك الاختيار للناس. الحمد لله هو دابا اللقاح وصل، مراكز اللقاح موجودة مستعدة، الأطباء يعني هادو الممرضين كل شيء تمام الحمد لله. يبقى الناس يختاروا كما العملية تمت في إسبانيا، خلوا الاختيار للناس. فرنسا كذلك خلوا الاختيار للناس، في إسبانيا الاختيار خلوه للناس. جاو ناس قلال، ولكن يعني هذاك الوزير قال لي مودي ما عجبنيش الحال، ولكن ما عنده ما يدير يعني هذا يخليه حرية الناس، يخليه الاختيار للناس. أكيد أن هناك فئة، أكيد أنها يعني ستذهب للتلقيح، هناك فئة شاكة شيئا في هذه المسائل، لكن أن يتركوا الاختيار للناس وأن يتركوا حرية الناس فقط. يعني لا نشكك في اللقاح ولا نشكك في شيء، ولا يعني نحرض الناس ولا نمنع ولا يعني، فهذه الأشياء فقط يجب أن تتم في إطار يعني في إطار شفاف واضح، أن يفهم الناس ماذا يجري، وأن لا يقرر شخص مكاني، أن لا يقرر لي شخص ماذا أعمل، لن أقبلها. إن إذا قبلتها فأين حريتي؟ لا يقرر لي شخص ماذا أعمل، هذا شيء مهم جدا، احذروا هذه الأشياء. لا يقرر لي شخص، أنا أقرر بنفسي. ثم الأشياء الأخرى، لا زلنا من شهر 3 ونحن مع هذا المشكل. يجتمع الناس، جميع الشخصيات، جميع الباحثين في الميدان، باحثين في البيولوجي، الموليكولار بيولوجي، في البيولوجيا الجزيئية، وفي الجينيتيك انجينيرين، وكذلك في البيوتكنولوجي. هؤلاء هم الذين يجب أن يفكروا، البيوكيمستري كذلك يجب أن يجتمع هؤلاء ليدرسوا هذه الأشياء. هؤلاء هم الذين يجب أن يدرسوا هذه الأشياء. إذا رأيتم باحثين ليسوا من هذه التخصصات فليس لهم الحق أن يناقشوا التلقيح. نعم، عملية التلقيح نعم من اختصاصهم، لكن أن يناقشوا اللقاح لأنه عادي وجيد ومضمون وفيه كذا ويحفزون الناس، هذه غير مقبول. الذين أصحاب الاختصاص هم الذين يتكلمون مع الناس ويقنعونهم ويفهمونهم ويخبرونهم بحقيقة اللقاح ما هو وكيف تم وإيش، هم الذين يعلمون. أصحاب البايوتكنولوجيا، أصحاب الجينيتيك انجينيرين، الهندسة الجينية، لأنها هندسة جينية، هكذا هم الذين يجب أن يتكلموا عن هذه الأشياء. لأن أنا لما أسمع mRNA، هذا لا RNA ميساجي، يتكلم عنه الناس وكأنهم يتكلمون عن الفول والحمص يعني أتفرج أضحك، يعني أسخر. السيد كيتكلم على لايرين ميساجي وكأنه يتكلم على الحمص. بحال هذا لايرين ميساجي محطوط غادي يجي ياخذوه يحقنوا الناس. والله أمور غريبة، والله أمور غريبة جدا، يجب أن يستحيي هؤلاء. يكون دخل لابو شاف الأمرين يا أخي يخرج يعني كرة رعب، يجب على الأقل هذه. ولا أحد إلى حد الآن لا أحد يناقشون كيف يتم تخزينه وما هي المواد التي يتم بها التحفيظ، لكن لا يناقشون الوسط الذي استعمل لإكتار هذا الفيروس. لا يناقش، يعني في كل البلدان ليس في المغرب لا يناقش. فهناك وسط تم، يعني الفيروس زرعوه في هذا الوسط على خلايا، إذا لم تكن خلايا فلا لا يتكاثر. فهذه الخلايا ما هي هذه الخلايا؟ هل خلايا دموية؟ هل خلايا البيض؟ لأن عموما الفيروسات هذه الكورونا، عائلة كورونا تنمو على البيض، تنمي في البيض جيد، ما هيش مشكل. لكن هناك حيوانات أخرى، هناك مصل، هناك أمصال دموية كذلك ممكن، لأن يجب أن تكون هناك خلايا. ما هي هذه الخلية التي استعملت لإنتاج هذه الأشياء؟ فقط لأننا نعلم الآن أن هناك أشياء تحقن للناس لما يدخل المستعجلات الطوارئ. نحن نعلم أن هناك أشياء تحقن للناس، ولو علموا من أين أتت لما قبلوها، ولو يقع لهم ما يقع. لكن هذه أشياء عليا نحن في إطار التخصص، هناك أشياء لا نقولها للناس لأنها تسمى بلبلة، لأن مستوى عالي لن يفهمها الناس، ثم يعني ستميع وستصبح بلبلة. ولذلك نحن نحرص على التخصص، على الأشياء الدقيقة
لما نتكلم عن الRNM، ما هذا الRNM؟ هو منين جا، والRNT والDNA، وكيف نقل هذه المعلومة وهذا الRNA ميساجي اش من بروتينة اش من جزيئة، وكيفاش غادي نقطعوه، وكيفاش غادي يبقى mRNA، وكيفاش هذاك الفيروس ما يتكونش وغادي يخرج من هذا، وكيف يعني الناس يتكلمون سبحان الله. غريب هذا، غريب يعني لا ثيرابي جينيك هذه دابا هناك علاج بالجينات تسمى ثيرابي جينيك، يعني وليس فيروس، وهي تستعمل في أوروبا سيستعملونها. وهناك لقاحات، واللقاحات على مستويات، فيها الجيني ديال البايوتكنولوجي وفيها الفيروسات. هو اللقاح الصيني الفيروس المهدب، الفيروس الذي أصبح مهدب، يعني أصبح ظريف. هذه لما تقول للناس كيف أصبح هذا الفيروس مهدب، غريب أن الناس لا إله إلا الله لا يعرفون، ما عمره شاف تصوير فيروس ويقول لك الفيروس مهدب. كيف تم هذا الفيروس، كيفاش كان قبيح ورجع يعني ظريف؟ كيف شنو وقع له؟ واش نعسوه دوخوه؟ شنو الناس يتكلمون عن أشياء يجهلونها تماما. سبحان الله. هل لا زال فيروس؟ ما هي الأشياء التي تنقصه؟ ماذا أزالوا منه؟ كيف تمت إزالة هذه الأشياء؟ ويعني أمور غريبة هذه، لأن هناك فيروسات لما أزالوا منهم بعض الجينات أصبحوا لا شيء. أزالوا منهم جينة واحدة، هذه المكلفة بها، أصبحوا لا شيء. أصبح الفيروس لا شيء، جينة واحدة زولوها من الفيروس وأصبح غير يعني انفكتيفيتي صفر، مبقاش عنده هذا المشكل. فإن شاء الله أن نعيد الحديث، لكن لن نعيد الحديث عن التلقيح ولا عن اللقاح. أنا أردت فقط أن أتكلم الشيء لم يعجبني، هذا التراشق والتشكيك، والشي كيضرب شي، هذا الشيء ما عجبنيش صافي. يعني كثرة الكلام هذه لماذا؟ لأن المواطن سيضيع وسط هذا التشكيك والتراشق. المواطن سيضيع، لأن هناك فئة حرفتها التشكيك، حرفتها الضرب، حرفتها التراشق، وهذه الأشياء لا تخدم المواطن. هذه أشياء وستشوش عن الخبراء الحقيقيين، وسيشوشون عليهم. وأي شخص يحمل شهادة الدكتوراه كيفما كان يعني فأي شخص يحمل شهادة الدكتوراه راه ما غندوزوهش، ولن نسمح فيه، ولا الناس يبداو يتهجموا على بعض الأشخاص ولا شيء. أي شخص حامل لشهادة الدكتوراه فهو ينتمي للمجموعة الدكاترة، ولن نسمح لشخص بأن يطعن في شهادة الدكتوراه. هذه قيم، لن نسمح لأي شخص أن يطعن في شهادة الدكتوراه، ولا يقدر أن يطعن فيها، لأن شهادة مسجلة ومسلمة من جامعة أجنبية، ويعني وليس هكذا باللعب. ولماذا؟ لأن المواطن عادي سيسمع بأن شخص ليس دكتور سيصدق، وكثير من صدق بأن فايد ما عندوش الدكتوراه وكيدرس في الجامعة. يشوف الغباء والبلادة، الشخص ما معاه شهادة الدكتوراه وكيدرس في الجامعة، يعني كيدرس الثانوية العامة في الجامعة. يعني لما الناس يعميهم الكراهية والحقد كيعماو، يريد أن يصدق هكذا. يعني أمور غريبة هذه. نحن لا ننزل لهذا المستوى ولا ننزل لهذا الضجيج هذا. نحن ماشيين في طريقنا ونعمل. نحن نعمل، والذي يعمل لا يقدر عليه أحد، لأن سلاح العمل لا يهزم. وهذه علم لنا أستاذ ليس مسلم، علم لنا أستاذ آطي معدو تدين. هذا سلاح العمل لا يهزم، لأن الذي يعمل لن يهزم، لأنه كيخدم، لأنه يعمل. لما يعني يأتي شخص بفكر أو يأتي شخص بمعلومة، هناك من لا معلومة له ينتظر حتى يأتي شخص بمعلومة ثم يضربها. حرفته ضرب المعلومات والأفكار ديال الناس. الله، إلى هذه العفونة في هذه المجتمعات يجب أن تنتهي، لأن هذه المسائل هذه سنبقى هكذا، يضرب بعضنا بعض، وهذا التراشق وهذه الانتقادات الفارغة وهذه الأشياء. سبحان الله. أي شخص يتكلم عن حقيقة علمية ثابتة هكذا هذا ما يقع له. وهناك من لا يجتهد ولا يعمل شيئا إلا في ضرب الناس. يعني قرأت مقال من مدينة شبيلية لإخوان اللي في إسبانيا، راه معاكم واحد دابة تمايا كتبت واحد المقال في 3 صفحات معاكم في شبيلية سيدية، يعني ستيل هذا ما عمره تكتب على فايد. هذا الدجال والعشاب والدجال والدجال وكذا إلى آخره. يعني أمور غريبة، والله أمور غريبة. وأنا أتحداه أن يعرف الجمل مثل ما يعرفها فايد، غير اللغة العربية. ما نمشيوش حنا للعلوم بزاف عليه.
أنا نتحداه في الإعراب والنحو والشكل، ولكن هكذا الناس يضربون هكذا ويعني ينتقدون بدون هذا شيء يعني مؤسف، والله شيء مؤسف. ونحن نستأنس بهذه الأشياء، تتعجبنا، كنتفرجوا مسرح كي تشوف. يعني غريب أن هذا إلى حد الآن ليس لدينا مشكل مع الأوروبيين ولا مع الأمريكيين، لا مع برنار ولا مع أودري ولا مع ميشيل ولا رونالد. دائما المشكل مع محمد وأحمد وعبد الله وعبد القادر في بلداننا كلها، في البلدان العربية كلها وليس المغرب. وهذا المشكل هذا يعني يا أخي يجب فحص اللقاح. يا أخي فحصتي القمح والشعير، يا أخي اتق الله. شكون اللي غادي يفحص اللقاح؟ شكون اللي غادي يفقحوا؟ هادوك اللي كيضحكتوا قد الكروكوديل، شكون اللي غادي يفحصها؟ شكون اللي غادي يفحصها؟ هادي اتق الله. وحنا حللنا حتى الشعير والقمح اللي عندنا في المغرب. الشعير المغربي ما كاينش التحليله ديالو، لا شحال فيه ديال الكالسيوم ولا شحال فيه البروتين ولا شحال فيه المغنيسيوم. مراكز البحث العلمي في الزراعه عندنا شحال من واحد في المغرب، ما عندناش التركيبه الكيماويه للشعير المغربي. والناس باغيين يديروا الدكتوراه على السانكام الكترون ديال البيريدين ديال الموليكول ديال ما عرفتش شنو هي. يا اخي هناك علي هذه المختبرات. لماذا انا الان اتكلم بهذه الطريقه؟ لماذا اتكلم بهذه الطريقه؟ يجهزوا مختبرات، البلدان العربيه يجهزوا مختبرات ويدخلوا الباحثين، يحملوهم المسؤوليه. الباحثين كياخذوا الراتب ديال الاستاذ جامعي، يجهزوا لهم مختبرات ويحاسبوهم سنويا. في امريكا لما نشرتيش على الاقل 2 المنشورات كيعطوك افيرتيسمون، كيعطوك انذار. والى 4 سنين ولا 5 سنين ما نشرتيش تيعيطوا عليك، تيقول لك اجي راك واخد بلاصه واحد. لان ليس كل من حامل شهاده الدكتوراه باحث. هناك يعني عنده شهاده دكتوراه سيدخل جامعه باحث، ليس كل من معه شهاده دكتوراه باحث. البحث كذلك شيء اخر. فهذه المختبرات أن يجهزوا مختبرات ويدخلوا الخبراء الباحثين يخدموا ويحملوهم المسؤولية ويحاسبوهم ويطلبوا منهم أش بغاو. لما نقوم نحن باختراع أو بشيء يميع يضحك عليه الناس. ولما شخص يعني إلى عبر غير الرجل ديال النملة وقال للناس بأن فيها هذا العبار، والرجل اليمنية ماشي بحال اليسرية، كل شيء ديال الفضائيات الشرقية والغربية. باحث أمريكي وجد أن نملة تقرأ لكن لما يكون بحث علمي، هما الخبراء الآن الباحثين في المغرب كلهم عندهم اكتشافات. الباحثين في الجامعات شباب عندهم اكتشافات. شكون اللي تصنت لهم؟ شكون اللي داها فيهم؟ هاد العقول دابا اللي في الوزارة هي اللي غادا تصنت لهادو. عندي دابا شباب في الجامعات، في جامعة وجدة، في جامعة الدار البيضاء، في جامعة الرباط، في جامعة القنيطرة، في جامعة مراكش، عندي شباب في العلوم عنده اكتشافات وعنده أفكار، عنده اكتشافات. شباب في الجامعة، لا زال في الماستر وفي الدكتوراه. شكون اللي يسمع ليه؟ عندنا أستاذ فاس، هذا أستاذ باحث فاس عمره كله فناه مع الزيوت الطيارة ديالها، وعنده طريقة وعنده اكتشاف وماشي جاي للوزارة باش ياخذ ترخيص. أستاذ فاس هذا مع الأسف الشديد، وعنده أبحاث وخد جائزة في فرنسا، ويعني شاب وراسه نسل مع البحث العلمي. شكون سمع ليه؟ هذا هو المشكل اللي عندنا. راه ماشي اللي ناضي حاسبنا اش درتو. شكون اللي طلب منا اش بغى؟ ماشي اش درنا، طلبوا منا اش بغيتو. ندخل المختبر وغنشوف. الناس يعرفوا لما يهضروا يعني كلام معقول. جهزوا مختبرات ودخلوا الباحثين وحاسبوهم، لانهم كيتخلصوا، راه كياخذوا راتب ديال استاذ باحث. وملي ينشر واحد البحث ولا يكتشف شي حاجه راه خاصها التثمين، فالوريزاسيون، خاصها تخدم. ماشي لما اكتشفت انا هذا الحصول على المياه الشاربه من مياه البحر بدون الطريقه ديال الاوزموزيس كيضحكوا عليا، والبراءه مسجله في المانيا. يعني مياه البحر، عندنا البحر وعندنا الشمس وعندنا كل شيء. اللي حصلنا على مياه البحر الشاروبه ماشي يغسلوا بها، ومياه طبيه ممكن تستعمل حتى في المواد الصيدلانيه، المحاليل الصيدلانيه، وممكن تستعمل حتى في الدياليز. لما اكتشفنا يعني هذا يعني الاكتشاف ديال الحصول على المياه الشاربه من ماء البحر، يعني هذه الوزاره هي اللي غادا يعني
الملف ما عرفوش حتى البروسيدي كي داير. هذا قرا البروسيدي بقى كيشوف لك لا لا هادشي ما فهمتها اشنو. هذه هي مصيبتنا. هذا انت درتي البحث ما يتصنتوش ليك، ما درتيش البحث يعايروك. الا اكتشفتي ما يتصنتوش ليك، ما يديوش فيك، يميعوك. وإلا ما اكتشفتيش يعايروك. يعني في كلتي الحالتين. هذا هو مشكل الباحثين في هذه البلدان. هذا هو مشكلنا، وفي نفسه في كل البلدان. أنا عندي أصدقاء في كل البلدان، في مصر، في العراق، في سوريا، في الأردن، في الجزائر، في تونس، في المغرب، نفس المشكل، يعني نفس الظاهرة. لا يسمعون. كما نظنش أنا مصر بلد فيه كذا 80 مليون ما يكونوش فيه خبراء وما يكونوش فيه الناس اللي غادي يخترعوا هادشي هذا ولا يخترعوا لا أظن. ما نظنش أنا البلدان المغاربية هذه، المغرب والجزائر وتونس، ما فيش خبراء وباحثين يقدروا على هذه المسائل هذه. وشكون هما اللي اخترعوا اللقاحات؟ راكم شفتوهم شكون. انا ما نظنش بان هذه البلدان ما فيهاش خبراء. ما نظنش. هذه البلدان اللي فيها خبراء وممكن تقدم وممكن تفوت كوريا. 1944 48 حتى 1954 المغرب احسن من كوريا. المغرب احسن من كوريا، ماشي غير المغرب والجزائر وتونس. الدول المغاربيه احسن من كوريا. الان كوريا دابا كتجسس عليكم بلا ما سامسونج. هذه التليفون دابا، تليفون سامسونج فيه 5 الكاميرات. الكاميرا هذه اللي كنسجل منها راه فيها جوج، وحده وراها. الا رديتوا البال هذه الكاميرا هذه راه فيها جوج، عاد 3 الكاميرات اللي كيسجلوا من الجهه الاخرى. وكاينه كاميرا ما كتشوفوهاش نهائيا، ما كتشوفوهاش، كتبان غير بالانفراروج. هاد المسائل هذه محاسبه الباحثين وهما ما باغيين منهم والو. في البلدان العربيه كنضحكوا على الباحثين وننتقدوهم ونحاسبوهم وهما ما مطلوب منهم والو، ما باغيين منهم والو. باحث كيقرر في الجامعه يمشي لدارو، هي امور غريبه. ولكن ملي كيخرج برا كيلقى فين يخدم الفضاء، كيلقى الناس اللي احترموه كيعيطوش عليه بسميتو، كيعيطوا عليه دكتور. هنا لا عيط عليك في الجامعه يقول لك وي. امور خطيره والله، امور خطيره. هذه البلدان كان من الممكن ان تكون احسن بكثير من هذه البلدان التي ستستورد من اللقاح. كان من الممكن ان تكون احسن بكثير، كان من الممكن ان تحسن بكثير. لكن هناك فئة لا تريد ان يكون النجاح في البلدان الاسلاميه، لكي يبقى الاسلام هو سبب تخلف هذه البلدان. لا يريدون ان تتقدم البلدان الاسلاميه. باش في المناط شي خماجه تيقول لك اش دارت البلدان الاسلاميه. لا يريدون هذه البلدان أن تتقدم، ولكن منها ذهب التقدم إلى أوروبا وإلى أمريكا. من هذه البلدان خرج التقدم، الباحثين كلهم من هذه البلدان. ولكن هناك فئة لا تريد أن تتقدم البلدان الإسلامية، وستتقدم إن شاء الله. ما غاديش تبقى هذه العقليات، غادي يطلع واحد الشباب وغادي يطلع واحد الفئة إن شاء الله، وغنتخلصوا من هذه التيارات الفكرية كي نتقدم. إذا لم نتخلص من التيارات الفكرية لن نتقدم، غادي نبقاو هنا. وهذه هي المشكل الحقيقي، هذا هو سبب تخلفنا، هي هذا الضرب بعضنا بعض التيارات الفكرية. اللي درتها يقول لك لا، ولو وزعت ذهبا يقول لك لا، ولو وزعت الذهب يقول لك لا، ما عجبنيش. هذا هو مشكلنا وسنبقى هكذا. هذه الجائحة ما فيقتنا حتى الحاجة، هذه الجائحة ما فيقتنا الوالو. وفي الأخير غنطرح واحد السؤال: هل لهذه البلدان من السودان حتى المغرب حتى طنجة، هل لهذه البلدان الحق في استعمال طرقها وحلولها والاعتماد على نفسها أم لا؟ جاوبوا انتوما، أنا ما نجاوبش. هل هذه البلدان هل لها الحق؟ لا زال لها الحق في استخدام واستعمال حلولها وطرقها والاعتماد على نفسها وحل مشاكلها بنفسها، أم لم يعد لها الحق؟ يجب أن تشتري الحلول وتشتري من يحل هذه المشاكل داخل هذه البلدان. هل لا زال لدينا الحق؟ أنا أرى أن ليس لدينا الحق. ليس لك الحق في اختراع لقاح ولا اختراع دواء ولا اختراع أي شيء. لك الحق أن تشتري من هذه الأشياء وأن تسكت. هذه البلدان مع الأسف الشديد هي قوة الحضارات كلها. هذه البلدان منها خرجت الحضارات، ومنها خرج العلم، ومنها خرج الابتكار، ومنها خرج كل شيء. خوارزميات من هذه البلدان خرجت اللي بها تصنع هذا الهاتف هذا. ولكن نحن الآن لا زالت هذه البلدان لا تريد شيء، وهذا الشباب إن شاء الله سيكون خير.
مش أكيد الشباب هذا اللي إن شاء الله طال إحنا كبرنا عليه، ما يجعل شي بركة، سنودعكم، ولكن هذا الشباب هذا خصو يعرف هذه المسائل. أتمنى نبقى حي واحد شوي حتى يعرف الشباب هذه الحقائق، وخص الشباب في جميع البلدان، أنا أتكلم عن جميع البلدان، هذه البلدان خص الشباب يعرف الحقيقة، الشباب خصو يعرف الحقيقة، خصو ينخرط في العلم، لأنه عصر العلم. عصر الإيديولوجيات يا الشباب، عصر الإيديولوجيات مات، أقبر، انتهى، كيضحكوا عليه الآن في أوروبا. عصر الإيديولوجيات انتهى، هذا عصر العلم، عصر الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، علم الأحياء والطب والصيدلة والزراعة والبيطرة وعلم الفلك والأسترونومي، علم الحاسوب والكمبيوتر والديجيتال والنيميريزاسيون. عصر العلوم الشباب، عصر العلوم، عصر العلوم هذا. وهذيك بكالوريا ليتر، بكالوريا علوم خاصها توقف، خاصها توقف. بكالوريا سيونس وبكالوريا ليتر خاصها توقف، خاص يكون بكالوريا وحده فيها العلوم وفيها الأدب، واللي يختار شي واحد بغى يدرس الفلسفة ولا بغى يدرس الأدب يمشي، ولكن خاصها تكون الثانوية العامة في جميع المواد، وما يبقاوش يفرقوا الناس، لأن ملي كيفرقوا ليتر مع سيونس صافي يفرقوا الشعوب كلها تفرقت، وهذوك هما اللي غادي يبقاو يتضاربوا من بعد. خاص الثانوية العامة تحبس، هذه الأدب والعلوم خاصها تحبس، الأدب والعلوم خاصها تحبس. مع الأسف لا زالت هذه الظاهرة عندنا في المغرب والجزائر وتونس، لأن بحكم الاستعمار باقى هذه البكالوريا الفرنسية اللي خلاو لنا هذه المصيبة، باقى هو فرنسا مابقاتش فاهم على الأدب والعلوم، ولات بكالوريا فيها كل شيء. احنا باقيين عندنا تسير الأدب تسير العلوم، وهذه هي كذلك مشكل، لأن هذه المسائل هذه هي ما عمرها غادي تخلينا نزيدوا. الناس واحلة في جائحة في كارثة، وشي واحد ما هو كاع هنا كيفيق مع الصباح يفطر وكيشد البيسي وكيبدا يسب ويعير. ما عرفش كاع الناس راه بايتين خدامين، ما عرفش كاينين الناس كيباتوا خدامين الآن، كيباتوا خدامين، السلطة كيباتوا خدامين، كاين الآن أطباء وممرضين في المستشفيات كيباتوا خدامين، كيباتوا 12 الليل في الليل كيخدموا، كاينين ناس خدامين الآن، كاين عمال في المعامل وفي بعض الشركات كيخدموا في الليل. دابا هذا ما كيخدم حتى حاجة، هذا مقابل عال هضرة ويعني وهذه هي المشاكل اللي خصنا نتفاداوها. يعني قبل ما نختم، لأن راه ما غادي نسمحوا حتى لشي واحد زعما باش يتهجم على الدكاترة، ولن يكون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا زالت الأمور لم توضح، راه الناس ما عارفين والو، وإلا الناس ما عارفين والو بدينا كنقروا في بلاصتهم، هذا راه ظلم. ثالثا، راه لما تناقشتش الأمور من أصحاب الشأن العلمي، من الباحثين الأكاديميين، راه غادا تبقى ديما هك. رابعا، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى ما توقع كارثة، عاد نبداو نبكيو ونبداو نتوما جايين راجعين فقط، لأن من الأشياء المعتمدة في جميع البلدان العربية ليس في المغرب، نفس القرارات شتها في جميع البلدان، أن لما يكون شخص متمكن وعالم وباحث ويريد أن يخدم البلد وأن يعشر، يهمش ويعتم ويحارب ويدمر ويحبط حتى يموت. هذه هي الأشياء الآن اللي معتمدة في هذه البلدان. فين ما كان شي باحث يريد أن يغير الأشياء وأن يكون على الأقل يعني شيء في بلده، دائما يلقى من بني جلدته من يجلدونه. ومع الأسف الشديد إذا لم نتخلص من هذه الآفة سنبقى دائما هكذا. ولكن الناس فقدوا الثقة. لماذا فقدوا الثقة؟ الناس فاقدين الثقة، الناس فقدوا الثقة. ويجب أن ينتبه يعني الذين يسهرون على هذه الأشياء. ونحن لسنا يعني شتامين ولا نسب ولا ننتقد ولا نذكر أسماء ولا شيء. ليس لدينا عداء مع أي أحد، لدينا عداء مع الجهل ومع التخلف، ولدينا يعني هذا عداء مع هذا التراشق وهذه الحزازات. لدينا عداء مع الحزازات، مع الانتقادات الفارغة، مع الأشياء التي تعرقل المسار العادي. أما أن يكون يعني حتى الاختلافات الفكرية والطائفية، احنا ما عندناش طائفية، بعض البلدان الشرقية فيها طائفية، حتى هذه لو كان هاد الناس كلهم فيما يخص الصالح العام يتجمعوا يكون جيد. في البلدان الأوروبية نعم، لكن في بلداننا لا أظن،
ولكن إن شاء الله يعني ستتغير الأمور، كيفما كان الحال ستتغير الأمور. تحية طيبة لكم من جديد إن شاء الله، وأستسمح إن كنت أطلت عليكم، لأن الله سبحانه وتعالى وحده يعلم ما في قلوبنا، ولا نريد يعني أن تتضرر هذه الشعوب، لا نريد أن تتضرر أمتنا، ولا نريد إن شاء الله إلا الخير لهذه الشعوب إن شاء الله. وتحية طيبة لكم جميعا إخواني في أينما كنتم في كل البلدان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.